السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شهوات سمية سندس ديلي الساقية الحمراء. أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وفي تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله ضمن الشهوات الرمضانية غنشوفوا مع بعض كيفاش نوجدوا قنينطات ولا دي سيجار اللي هما معمرين بمذاق جد مميز ومختلف، ساهلين بزاف التحضير وكيجيو غزالين بحشوة اللي بنينة بزاف، وصفة اللي فعلا كتستحق أنكم تجربوها. وكالعادة نبداو بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله على بركة الله. نبداو بالمكونات اللي غادي نحتاجو فيها: حبة ديال الكرنب ولا ليشو، كل واحد وشنو كيسميه، 2 حبات ديال البواغو يعني البورو. صافي كناخذ ليشو كنقطعو بهذه الطريقه رقيقه. عندكم لا موندولين تقدروا دوزو فيها، سينو غير هكا بالموس كيف ما درت انا تحاولوا تقطعوه رقيق. عندي هنا شويه ديال الثومه والحامض المصير، القليل من القزبر ومعدنوس، 2 مكعبات ديال الشعريه الصينيه ديال الارز. هنا عندي كميه من الكالامار ولا السيبيا اللي عندكم، سلقتها في الماء تقريبا واحد 10 دقائق. هنا كيف كتشوفوا كنكمل التقطاع ديال حبات الكرنب، كنحاول نقطعها رقيق باش ما تاخذش معايا وقت طويل في المقله. صافي كنزل هاد الكميه اللي قطعت في المقله اللي غادا نطيب فيها وكنحتفظ بها جانبا. صافي هنا كناخذ الحبه ديال البواغو ولا البورو، كنحاول حتى هي كنقطعها رقيق وكنضيفها للمقله اللي وضعت فيها الكرنب يعني الليشو. وصافي كنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل هاد الكميه اللي عندي ديال الخضر كلها، يعني مازال غنقطع النصف الثاني ديال حبات الكرنب وكذلك الحبه الثانيه ديال البواغو. تقدروا تعوضوا البواغو بالبصل الحريف يعني البصله الخضاريه، حتى هي كتعطي واحد المذاق رائع في هاد الحشوه. صافي هنا كملت تقطاع ديال الكميه اللي عندي كامله. في نفس الوقت خديت الشعريه ديال الارز وكبيت عليها الماء مغلي وغادي نحتفظ بها جانبا حتى تطلق، ومباشره كنوضع المقيله ديال الحشوه فوق النار باش تشحر. صافي كنضيف ليها القليل من زيت الزيتون وكنبدا نحركها شويه حتى كتدبل، يعني غير كيبان ليا الكرنب بدا كيدخلو الطياب. عاد من بعد كنبدا نضيف التوابل. بالنسبه للتوابل اللي استعملت في هذه الحشوه عندي ملعقه صغيره من الملح، نصف ملعقه صغيره من الكمون، ملعقه صغيره من عطريه ديال بسطيله الحوت الا ما كانتش من طبيعه الحال ممكن تستغناو عليها، ملعقه صغيره ديال البزار، ملعقه صغيره ديال الزنجبيل ولا سكنجبير، ملعقه صغيره ديال الكركم يعني الخرقوم، وملعقه صغيره ديال البابريكا اللي هي التحميره من طبيعه الحال. صافي كنحرك هاد الحشوه حتى كتدخل هاد العطريه مزيان في الكرنب والبواغو. وهنا غادا نضيف نصف حامضه مصيره اللي قطعتها حتى هي قطع صغيره، مع 3 ضريسات ديال الثوم اللي حتى هما مفرومين فرم ناعم. كنضيفهم هكا في الجانب ديال المقيله باش يتقلاو واحد شويه، يعني كنضيف عليهم القليل من زيت الزيتون غير هكا باش يعطوا ديك النسمه. عاد من بعد كنولي ندمجهم مع باقي المكونات. في هذه المرحله غادي نضيف الشعريه الصينيه من بعد ما قطرتها من طبيعه الحال من الماء اللي كانت فيه وقطعتها بالمقص هكا باش ما يبقاوش الشعيرات ديالها طوال بزاف. من بعد كنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال صلصه الصوجا وكندمج هاد العناصر كامله مزيان. هنا غادا نضيف الكميه ديال الكالامار اللي عندي، حتى هو قطرته من الماء وقطعته قطع اللي هي صغيره. تقدروا تضيفوا في هاد الحشوه حتى الكروفيت الا كان عندكم. هنا غنضيف كميه من القزبر ومعدنوس. تقدروا كذلك ديروا اي نوع من الحوت الا كان عندكم. انا هنا غادي ندير حتى العلبه ديال الطون، ندير قليل من الزيت ديالها وغادي ندير حوالي نصف العلبه فقط، ما غاديش نديرها كلها. هذاك الزيت ديال العلبه ديال الطون كينكه صراحه الحشوات كتجي به بنينه. وكاخر مرحله غادي نضيف الجبن. عندي هنا مزيج ما بين الجبن الاحمر والموتزاريلا. الجبن بطبيعه الحال كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه كتضيفوه، ما بغيتوش ممكن تستغناو عليه، غير هو الصراحه كيعطي واحد التعليكه اللي هي زوينه للحشوه. صافي هنا من بعد ما وجدات عندي الحشوه غنحتفظ بها جانبا حتى تبرد، وغادا نمشي باش نقطع الورقه ديال البسطيله. انا هنا خديت الورقه اللي كيكون الحجم ديالها كبير فغادي نقطعها على 4. نتوما الا خديتوا الورقه اللي كيكون الحجم ديالها صغير فغادي تقطعوها غير على 2، اولا ممكن الا بغيتو يكون عندكم هكا الحبات ديال السيجار صغار بزاف تقدروا هذيك الساعه تقطعوها على 4، يعني الحجم ديال السيجار كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي كنحصل على مثلثات بهذا القياس. غادي ناخذ اول قطعه ولا اول ورقه، ودائما كيخص الوجه الاملس هو اللي يكون في الاسفل، يعني هو اللي لامس الرخامه، والوجه اللي كيكون حرش هو اللي يكون في الاعلى.
هكا باش منين نلويو السيجار ديالنا كيجي الوجه الاملس هو اللي باين. صافي هنا كندهن الورقه بالقليل من الزيت، يعني غير زيت نباتي مخلطاه مع شويه ديال البابريكا، يعني درت فيه تقريبا واحد الملعقه صغيره ديال التحميره هكا باش يعطي ديك اللون زوين. كنوضع الحشوه في الوسط ومن بعد كتنتني الجوانب هكا الجانب الايمن والايسر، كنسد بهم هذوك الجوانب باش ما تخرجش الحشوه. عاد من بعد كنبدا نلف. وبالنسبه لهذاك القنيت ولا الطرف الاخير ديال المثلث فانا ما غاديش نحتاج نسدو لانني غادي نطيبهم غير في الفرن، يعني ما غاداش نقليهم في الزيت، كنحطهم مباشره في الصفيحه اللي غادا تدخل الفرن. بالنسبه للاخوات اللي غادي نقليهم في الزيت فضروري ما تسدو هذاك القنيت ولا الطرف الاخير اما بابيض البيض ولا خليط من الدقيق والماء هكا باش تفاداو انهم يتحلوا معكم في المقله وتخرج لكم الحشوه. هنا غنشارك معكم وحيده اخرى عن قرب هكا باش تجيكم الصوره واضحه اكثر. صافي بنفس الطريقه كنحط الورقه كندهنها بالقليل من الزيت وكنوضع الحشوه بهذا الشكل وكنسد الجوانب، كنتني الجانب الايمن من بعد الجانب الايسر وكنبدا نلف بطريقه العاديه. صافي غير ما تزيروش بزاف هكا باش ما تطرطقش لكم الورقه في الفرن. نعاود معكم وحده اخرى، يعني دائما كندهن بالزيت وكنوضع الحشوه اللي كنحاول نوزعها على طول السيجار باش ما تجيش هكا بلاصه خاويه وبلاصه عامره. صافي كنقادو مزيان بهذا الشكل وكنتني الجوانب، يعني بنفس الطريقه كنلف الجانب الايمن بعد الجانب الايسر باش كنسد الطرفين بجوج وما كتبقاش تخرج الحشوه من الجناب. صافي وكنبدا نلف حتى كنوصل للقنت الاخير. صافي كنحصل على السيجار بهذا الشكل. غتشوفوني بدلت الصفيحه ديال الفرن لان الاولى اللي كنت درت ما كفاتنيش لهاد الكميه اللي عندي كامله. صافي هنا كناخذ بيضه كنطربها مزيان، تقدروا تضيفوا عليها قطرات من الخل ولا قطرات من صلصه الصوجا، انا درتها غير هكاك ما ضفت عليها حتى حاجه. صافي كندهن الحبات ديال السيجار كاملين مزيان بهذا البيض باش كتجي فيهم ديك التحميره زوينه، يعني كنتاكد انني دهنتهم مزيان من جميع الجوانب. ومن بعد كناخذ هذيك الزيت نيت اللي كنت كندهن بها الورقه في الاول، يعني مخلطه مع شويه ديال التحميره وكنعاود ندهنهم من الفوق، يعني من بعد ما دهنتهم بالبيض كنعاود ندهنهم بهذا الزيت هكا باش كتجي فيهم واحد التقرميشه زوينه وفي نفس الوقت كتعطيهم واحد التحميره اللي زوينه بزاف. صافي كنبقى مستمره حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وبالنسبه للفرن فانا كنشعلو من الاعلى ومن الاسفل حتى كيسخن مزيان، عاد كندخل الصفيحه باش طيب وان فوا كندخلهم كنطفي الفوق، يعني كيبقاو لي سيجار كيطيبوا والنار من التحت فقط حتى كيتحمروا من الاسفل ومن الجوانب. عاد من بعد كنولي نشعل عليهم من الفوق باش يتحمروا حتى من الوجه ديالهم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي سيجار ولا القنينطات اللي حضرت معكم اليوم من بعد ما خرجتهم من الفرن. فانا زينتهم بالقليل من الجبن مع شويه ديال السمسم اسود ولا الجنجلان الاسود. تقدروا تزينوهم كذلك اما بمكعبات ديال الجبن الاحمر، ديروهم هكا في العويدات وتكوهم حتى هما كيعطيو واحد المنظر اللي هو زوين. ديروا معاهم قطع من طوماط سوريز ولا حبات من الزيتون الاسود، ولا ترشوهم بالقليل من القزبر ومعدنوس من فوق الجبن حتى هو كيعطيهم واحد المنظر اللي هو زوين. المهم التزيين كيبقى على حسب الرغبه من طبيعه الحال وعلى حسب داكشي اللي موجود عندكم. كنتمنى انكم تجربوا هاد المره البريوات ولا السيجار بهاد الحشوه لانها فعلا كتجي بنينه بزاف. وهكا نبدلوا شويه على الحشوات المتعودين كنديروهم بالفلافل وبالخيز والقرعه محكوكين. وإلا بغيتو نزيد نشارك معكم حشوات اخرى مختلفه ما عليكم الا تخلوها لي في التعاليق. وكالعاده الا وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنسونيش من البصمه ديالكم، ضغطوا على زر لايك لانه هو اللي كيحفزني انني نزيد نشارك معكم المزيد من الوصفات. وبالنسبه للناس اللي كتشاهدني لاول مره فمرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. في انتظار ارائكم والاقتراحات ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.